الوضع ده. الناس كلها زعلت. ده مدني يا حاج محسن؟ نعم. اللي هو قائد الحرس ده مدني؟ اللي هو ده قائد الحرس ده اللي هو احمد معوض ده مدني؟ لا ده هو اللي هو ولا ضابط شرطه؟ رئيس جامعه هو. رئيس بتاع التعليم المفتوح. بتاع التعليم المفتوح. ايوه بتاع التعليم المفتوح. ماشي. المهم الراجل دخل، فطبعا رحت اتوجهت لرئيس الجامعه وبلغت الدكتور خالد، وقال له دكتور خالد 1 2 3 حصل 1 2 3 كذا، وما ينفعش طبعا انه حتى يعني انه بهدل الناس بالطريقه ديت، يعني اللي يلاقيه معاه حاجه ياخد معاه الاجراء. تمام. طبعا هو الراجل بقى فعلا جاء الدكتور احمد جوه اتقابلت عند الدكتور خالد طبعا، وشد في استهلايه وقول ده حقي وانا بقى ماسك محاضر كثيره. قلت له انا ما اختلفتش معاك في المحضر اللي تمسكوا على اي حد من الناس عادي، ده من حقك. تمام. لكن هل من حقه يا دكتور خالد؟ هل من حقه يا دكتور خالد ان هو يفتش الواحد تفتيش ذاتي؟ قال لك لا ما ينفعش. هو طبعا قلت له خلاص طالما ما ينفعش خلاص. طبعا هو من ساعتها بقى له باسبوع وهو طبعا زعل على الاخر وكان مقفول هناك ومتضايق وبتاع، فطبعا فوجئت بالكلام اللي بيتقال دلوقتي فما اعرفش عنه اي حاجه خالص. طب هم مضوك على محضر غش بتاع زي ما هم ما ما مضيتش ولا شفت حاجه، ما اعرفش حاجه خالص. لا مضيت ولا شفت حاجه. ما فيش اي يوم خالص. طب ده الدكتور خالد نفسه، الدكتور خالد حمزه نفسه قال ان هو حصل وانه اتعمل اتبلغ مش حصل بقى. لا ده حد بلغ وكان احمد معوض بلغ ولا حد بلغ؟ بس هو بيقول ان المحضر صحيح يعني المحضر مش هامضي عليه ومش هحضره. المفروض ان انت بتمضي عليه وبتحقق معاك يعني. مش هو كده صح؟ انا ما اعرفش عرفت على الوضع على السنه ديت انا دلوقتي. والله هو بناء على قال كده وبناء على كده عمل كده. لا وطبعا الرجاله كانوا بيجهزوا مذكره عشان عايزين يقالوا خالد او طبعا انا ادي مذكره للدكتور خالد مذكره للتعليق العالي على اساس انه بيخش يبهدلنا وبيفتش والكلام ده. كده وما يجيبش ان احنا نفتش يعني ناس كده قابلتني على اساس يعملوا مذكره ويمضوا فيها مع بعض. تمام. طبعا هو وصلنا علم ان حد يعمل مذكره ولا بيعمل مذكره في الاستاذ ولا حاجه حد وقائي ولا حاجه ليه ما اعرفش. طب انت دلوقتي في تصرف هتعمله في الاتجاه ده يعني يجيب لك حقك يعني؟ انا نفسي طب التصرف اللي انا هعمله انا ما اعرفش برضه يعني. فوجئت اللي بقول فوجئت دلوقتي التصرف اللي انا هعمله مثلا اللي عمله طبعا تصرفت يعني حتى واجب كان واجب مثلا في حاجه بس يعني هو انت ما مضيتش على محضر غش؟ ما تعرفش حاجه عن المحضر؟ ما اعرفش، ما مضيتش حاجه عن حاجه خالص. كل القصه ان انت كنت بتطالب ان هم الناس ما تتفتش ذاتي. نعم بقول كل القصه ان انت كنت بتطالب الدكتور احمد معوض انه ما يفتش الناس ذاتي. تفتيش ذاتي وتفتيش ذاتي ليه؟ لو ساعتك رحت في اي لحظه هتلاقيه بيخش على يفتش الناس كلها. تفتيش لازم يقف ويرفع ايديه ويتفتش ويخلع الناس اللحمه والشراب وما اشبه ذلك. يعني طبعا انا ما اعرفش هل الكلام ده كان يضره عند الوزير ولا حاجه؟ وبناء على عمل اجراء وقائي ليه هو ولا حاجه؟ يعني هو عامل ديك اجراء وقائي ليه عشان انت لو اتكلمت يقول لك ان هو لا ده انا عامل له هو محضر غش. ايوه هو بالتاكيد هيكون كده يعني نظريته هيكون كده. فما اعرفش بقى هل هو تفكيره ولا بالظبط. انا طبعا انا كلمته ورحت عند الدكتور خالد وكان معايا الدكتور نور في الموضوع ده، وكان معايا برضه الدكتور مش عارف اسمه محمد ما اعرفش بس هو اللي كان متاكد منه. كان معايا الدكتور نور ورحنا عند رئيس الجامعه. من ساعتها بقى خد موقف ولا خد ما اعرفش. يعني هو عمل القصه دي من غير انت ما تمضي عليه ولا تقرا المحضر ولا تشوف اللي مكتوب فيه؟ لا مضيت ولا حضرت ولا في اي حاجه خالص. ماشي يا حاج محسن. ماشي يا حاج متشكرين جدا. اتفضل شكرا لله. اتفضل يا حاج. السلام عليكم. السلام عليكم.